كل منهما بوجه الآخر. طيب خلينا ننتقل للأستاذ حسين درويش العادلي. حضرتك يعني رئيس مؤسسة معنية بالتعايش السلمي، وأريد بالإضافة اللي تفضلوا به الضيوف الكرام أريد يعني وجهة نظر أكثر وضوحا. احنا نعاني من مشكلة اقتتال طائفي جذوره دينية يقولون ويستخدم سياسيا. الدين يساعد على هذا الاقتتال، يدعم هاي الأزمة ولا لا؟ شكرا جزيلا سيدي الكريم، تحياتي لكل الضيوف والمستمعات والمستمعين. أنا أتصور الطائفية، لكن بصراحة يعني أنا ما جزء من مشكلتنا أننا نصدر المفاهيم دون إسقاط على الواقع، وكأننا نعيش يعني بمرزع عن الواقع. أنا أتصور الطائفية جذورها سياسي وديني بآن واحد. وعندما أقول ديني أقصد هنا بمشكلة رئيسة لم يعد تفكيك هاي المشكلة بالإمكان للأسف الشديد، وهو مبدأ الدمج بين النص الديني اللي يمثل الحقيقة الدينية وبين القراءة للنص الديني اللي يمثل فكر ديني واتجاهات كلامية واتجاهات فقهية وفلسفية اللي هي قراءات بشرية غير مقدسة، هي قراءات بشرية للنص الديني. طيب، وبين التجربة الدينية التاريخية المقامة على أساس من هذا التفسير أو ذاك. مذهب الدمج بين النص وبين القراءة وبين التجربة التاريخية لم يعد بالإمكان تفكيك هذا المنهج، بحيث الآن لا يمكن الحديث عن مقدس ما للأسف الشديد ديني خالص دون إلباس لباس كلامي لصالح هذا المذهب أو ذاك. من صفات الله عز وجل اللي هي مباحث علم الكلام. على فكرة أنا أرجع المشكلة الطائفية وغيرها من المشاكل العامة الأغلب إلى علم الكلام، خرج عن وظيفته الأساس، وإلى الديماغوجية السياسية. يعني البعد السياسي متمثل بالديماغوجية استراتيجية الساسة أو السياسيين بالوصول للحكم عن طريق الاعتماد على الأفكار المسبقة لدى جمهور الناس ومخاوفهم من الآخر، يوظفها الديماغوجي السياسي للوصول إلى السلطة. ليش تقول أنه مجرد قراءة النص وإعمال الفكر به تؤدي إلى اختلاف بالرأي؟ هو هذا اللي أرجع يعني هو لا مو الكلام، هو مجرد البعد السياسي. كيف مجرد أستاذ سعدون؟ نعم. البعد السياسي يتكفل به الديماغوجي السياسي الذي يستهدف الوصول إلى السلطة من خلال اللعب على مشاعر الناس وغرائزهم اللي هي الأفكار المسبقة ومخاوفهم من الآخر. يحرك عند الغريزة الطائفية، يحرك عند الغريزة القومية المناطقية لكي يصل، وهو أسهل الطرق الوصول إلى السلطة والإمساك بها والبقاء فيها. الشق الأول يعني ذكرت الديماغوجية السياسية اللي هي الطائفية اتصال مباشر بها من البعد السياسي. علم الكلام للأسف الشديد أدلج العقيدة منذ البدء. يعرفون السادة والشيوخ أول خلاف بين المسلمين كان على مبحث الإمامة، وهو مبحث سياسي. وكأن علم الكلام من البداية أدلج العقيدة وأدخلها في أتون السياسة، وتضخم هذا علم الكلام فأصبح علم الكلام علم أيديولوجي كان ما يدافع عن الله وعن ذات الله وصفاته رسم خلق الأفعال وما شاكل والكوارث اللي صارت كلها، وكأنه بالنتيجة أنتج لنا دينا لصالح هذه الطائفة ضد هذه الطائفة، أو وفق مقاسات هذه الطائفة ضد هذه الطائفة. وأنا أخالف الشيخ سمعت الشيخ عندما قال بأن العلماء كانوا يختلفون ولكن لا يتقاتلون. تقاتلوا يا سيدي، المذاهب كفر بعضهم بعضا، وارجع للتاريخ هسه أئمة يعني بين المذاهب السنية ذاتها بين الشافعي والحنبلي والمالكي لم يكفر أحدهم الآخر بين المذاهب الأربعة عرضا عن المقاطعة. الخلاف عصر المذاهب يصل إلى التفكير. نعم. خليني أكمل وياك أستاذ حسين ما دام صار حوار بينك وبين الشيخ، لكن أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل.